السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نجوى معاكم ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا حط لايك للفيديو ونقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ونبدأ اليوم بتاعنا النهاردة. اول حاجة حط لايك للفيديو، لو مش مشتركة اشتركي. يلا بقى نقول كده ايه. كل سنة وانتم طيبين، عشان خلاص دي اول فيديو او اول روتين نعمله بعد العيد. طبعا انتوا عارفين ان انا جيت في قبل، يعني في نص رمضان كده، وما نزلتش فيديوهات تانية. معلش بقى سامحوني، لان كان جو يعني شوية برد وشوية حر، فالدنيا كانت معايا ببقى تعبانة كل شوية من البرد وكده. يلا بقى. المهم كل سنة وانتم طيبين، ورب يكون العيد كده كان عيد سعيد عننا كلنا يا رب. النهارده ان شاء الله هوريكم كده الحاجات اللي احنا جبناها من السوق. جبنا خيار، والخيار كان هقول لكم اسعار كده سريعه. الخيار جبناه كان كيلو وربع ب10، الطماطم كيلو ونص ب10، الليمون ده جبته ب15، الفلفل الرومي كان ب15، والفلفل الشطه كان ب10. الباذنجان ده اللي هو العروس اللي هو او الحشو جبته كان كيلو ونص ب10. وجبت من اللي هو الرومي ده كان ب5. الى حد ما الاسعار يعني ريحت شوية عن العيد وعن رمضان، لان الباذنجان ده كان ب20 وب25 هو والفلفل، فالدنيا يعني ريحت شوية. الجوافة بقى عايزة اقول لكم ان الجوافة بدأت تحلو كده وتبقى اللي هي البيضة الطرية الحلوة دي. انا جبتها الكيلو ب15، خدت منه 2 كيلو على 25. تمام. الخضار بقى هو اللي غلي حبة، يعني مغليش قوي، هو برضو كان في رمضان كده. التلاتة ب2 جنيه والواحدة بجنيه. والملوخية دي بقى عايزة اقول لكم كانت زي السكر كده، شايفين صغننة، عاملة زي النعناع كده، صغيرة خالص وحلوة قوي. جبت منها الكيلو ب20، هي كانت ب20، خدت منها ب15 عشان تاخدي كيلو على بعضه. تمام. والبطاطس جبتها كان كيلو ونص ب10، اللي هي فيها النقطة الحمراء دي. جبت 3 كيلو ب20. وجبنا بقى الخوخ ده كان ب15، بس ده عشان الخوخ البلدي. الخوخ اللي هو التاني الكبير ده اللي هو بيبقى سكري ده عامل 10 جنيه. تمام كده. وجبنا بقى بصل، عايزه اقول لكم البصل ملحقناش نجيب ولا نخزن، والبصل غالي جدا. بقى ب10 جنيه وب15، اللي هو لسه طالع جديد، تفهميني. فانا ملحقتش اجيب، وانا بصراحه ما بخزنش بصل علشان بحطه عندي في البلكونه، ف بيبوظ مني، فمش بجيب كتير، بجيب كده 4 كيلو 3 كيلو كل ما بنزل. هنا بقى كان عندي الكوتشيات بقى بتاع الولاد بتاعه العيد، والكوتشيات بتاعتي وكده. حبيت بقى ان احنا نغسلها انا بغسلها هنا على طول في الغساله، فحطيتهم كده دوره في الغساله وهيطلعوا حلوين ان شاء الله. انا بغسل دايما على طول، بس الابيض هو اللي مش بيطلع فيها كويس، انما الالوان والكوتشيات اللي هي الاسترتش دي بتطلع معايا حلوه قوي في الغساله. خلصنا بقى كده الغسالة، وبعد ما جينا من السوق دخلنا فطرنا، وهنبتدي بقى نعمل الغدا بتاعنا. عملت ايه؟ هعمل عندي فراخ. حطيت عندي كده في الفراخ، حطيت بصل وطماطم وورق لورا وحبايتين من الحبهان كده او 3، وهنحط شوية فلفل اسمر. الفراخ لازم تحطي فلفل اسمر حصى. انا كان عندي الفلفل الاسمر ده هو مش كله حصى، فيه شوية كده حصى وشوية مدقوقين، يعني مش ناعم خالص، لا هو مدقوقين اللي هو انصاص كده. فحطيت منه معلقة صغيرة كده. وبعدين الفراخ عندي مغسولة ومتظبطة وحلوة جدا. هحط بقى الفراخ. كذا حد قال لي انت بتقطعي الفراخ صغير ليه؟ لان انا مره كل سنه لما بسلق الفراخ، تفهميني، يعني مره كل فين وفين لما بسلق الفراخ، انا مش بسلقها خالص. انا على طول بعملها شيش عشان بحطها وبشويها في الفرن. فالنهارده قلت نسلقها ونغير عشان ناخد من الشوربه بتاعتها. نعمل كده شويه رز زي ما انتوا شفتوا، عملت رز حبه وحبه. وعندي الفراخ حطيت عليها شويه صلصه. دول كانوا شويه صلصه متسبكين عندي، زي ما انتوا عارفين بزود في الصلصه اللي انا هسبكها، وبخليها عندي في التلاجة احتياطي لاي حاجه. تمام. دخلنا بقى الفراخ الفرن، وهنعمل شويه ملوخيه بقى. في الملوخيه طبعا كنت ايه، غسلتها وقرطفتها وخرطناها بالمخرطه. وهنبتدي بقى اعمل الملوخيه دلوقتي. وكمان كنت عايزه اقول لكم ان التوم برضو اللي ملحقش يجيب يحاول يشوف اي مكان يجيب منه، لان هو خلصان برضو مفيش، مش موجود. آه، هو كان في الاول وهو لسه طري كان ب5، وبعدين دلوقتي الكيلو ب15 جنيه، واللي هو الجديد يعني مش القديم ولا حاجه، لا ده الجديد، بس نشف شويه ومش موجود كتير عند الناس. يعني انا نزلت السوق ما لقيتش حاجه. انا عايزه اقول لكم ان التوم ده عندي من السنه اللي فاتت، اللي هو اللي انا كنت مفرزاه حطاه في الفريزر، بس انا حطاه اللي هو الفصوص. فهتلاقوا ان هو كبير معايا شويه، لان هو بيبقى
كان لسه يعني متلج شويه، بس انا كنت عايزه اعمل الاكل عشان كان عندنا تمرين، وهوريكم برضو في اخر الفيديو ان شاء الله. هاخدكم معايا برضو كده التمرين وهوريكم لقطه كده خفيفه. حطينا بقى الثوم بتاعنا، وحطيت عليه زي ما انتوا عارفين شويه من الكزبره الناشفه، وهنبتدي بقى نشوح. اول ما تحمر كده هنزل بقى عندي بالملوخيه، وكمان كنت عملت شويه سلطه. وكان الغدا بتاعنا خلص، بس زي ما انتوا عارفين في حاجات كده ما بلحقش اصورها، فهو ده كان غدانا: فراخ في الفرن، ورز حبه وحبه، والملوخيه وسلطه. تمام كده. زي ما انتوا شايفين اهي الملوخيه ما شاء الله كانت، عايزه اقول لكم والله كانت جميله جدا. انا عامه بحب الملوخيه الصغيره دي، علشان في اول حاجه ما بتاخدش في الوزن. الكبيره دي بتبقى العود قد كده وبياخد معاكي في الوزن وما بتبقاش حلوه، انما الصغيره دي بتبقى مسكره وحلوه. تمام. جيت بقى كده ايه، بعد ما اتغدينا قلت بقى ايه عندي كده، عايزه شويه اغسل بقى المواعين والحاجات واللي كانت في الحوض، واظبط المطبخ قبل ما امشي، علشان لما ارجع ما يبقاش في حاجه، ما يبقاش في هم بقى على دماغي افضل اقول ده انا عندي مواعين لما ارجع هغسلها، عندي غسيل، عندي مش عارفه ايه. لا، بحب قبل ما اطلع او اروح اي مكان تبقى الحاجه ايه، متشطبه. تمام. كنت بوريكم الحركه دي انا بعملها في السلك بتاعي. بجيب السلك كده وبقطعه قطع صغننه، واحطه في ايه، في علبه او في كيس عندي او اي حاجه، عشان مش كل ما اجي اخد اقعد اشد وبيبقى صعب وخشن فممكن تتعوري. فحبيت ان انا اوريكم بس الفكره اللي انا بعملها دي، ولو حابه تعمليها تمام. يلا بقى، لو جيتي لحد هنا في الفيديو متنسيش تحطي لايك للفيديو. تمام كده. هقطع بقى السلك الكميه يعني بتاعتي كلها، ده كان اللي هو تقريبا ربع كيلو ولا مش عارفه 8 كيلو، فقطعته كده وحطيته عندي عشان كل ما عاوز اخد واحده على طول. هندخل بقى كده على ايه، هندخل بقى على المواعين زي ما انتم شايفين اهو. عايزه اقول لكم ان انا الايام دي بستخدم اللي هو البريل، اللي هو من عند بتاع المنظفات العادي خالص، اللي هو بالكيلو ده، لان من ساعه ما في بقى او وفير ده خلق يعني غلي قوي كده. بصراحه انا ما جبتوش، وجبت نوع تاني لقيته مش حلو، فقلت ده زي ده بقى، فبجيب من واحده جنبي كده، بجيب منها دواء كل ما بتخلص بجيب غيره. بس برضو رغوته حلوه وبتبقى ريحته حلوه جدا. والناس اللي بتقول بيغمق الايد والكلام ده، لا والله مش بيعمل اي حاجه. حتى لو بيعمل ما تستخدميش معاه ميه سخنه، علشان الميه السخنه هي اللي بتبوظ الايد. وكمان خلي عندك اي كريم مرطب بعد ما تخلصي المواعين، حطي اي كريم مرطب. تمام. هتقولي لي هو انا هستنى بقى كل ما اغسل 3 مرات مواعين في اليوم هحط كريم مرطب؟ خلاص يا ستي حطيه اخر اليوم، يعني اخر اليوم كده قبل ما تنامي حطي، هتلاقي هيفرق معاكي. بس كده هشطب بقى كده. غسلت الكوبايات اول حاجه وهشطفها كويس، وبعدين هنغسل كل الحاجات دي، واغسل الرخامه بتاعتي واظبط الدنيا، علشان يعني حاولي ان انت بقدر الامكان قبل ما تنامي تكون مطبخك رايق، عشان تقومي الصبح كده نفسك ما تتسدش. تقومي الصبح تلاقي المطبخ رايق وحلو، هتلاقي نفسك دماغك هتجيبي بقى تقعدي تفكري في اكله حلوه، في حاجه حلوه، تعملي فطار حلو. انما لما تصحي تلاقي مواعين وحاجات في المطبخ والمطبخ كله فوق بعضه، هتلاقي نفسك بصي كارهه الدنيا. هتقولي انا لسه هعمل مواعين، ولا لسه هعمل اكل، ولا لسه هعمل ايه ولا ايه ولا ايه. فانت حاولي قبل ما تنامي، او حاولي كمان كل ما تكون عندك شويه مواعين صغيرين وانت واقفه كده، مش هياخدوا معاكي 10 دقايق، لان زي ما انتوا عارفين المواعين بتتكسر لوحدها. اي حاجه لو طبقين بتلاقيهم عملوا مواعين في الحوض. فنصيحه مني، اي حاجه كده وانت واقفه اعمليها على طول. او لو يا بنتي بتخلي مثلا عندك شغل او حاجه، او مش فاضيه طول اليوم، خليكي قبل ما تنامي ظبطي المطبخ بتاعك قبل ما تنامي، يكون المطبخ رايق جدا، ويكون المطبخ نظيف، علشان تصحي الصبح تبقى الدنيا نظيفه ومترتبه، ما يكونش عندك ايه اي عكننه يعني في اليوم. تمام كده. هنا بقى بعد ما شطبت خلاص المطبخ وكنت ماشيه، فلقيت ان انا عايزه انضف الفرخه دي. هي فرخه صغيره مش كبيره، فرخه بلدي يعني. فنضفتها كده على طول، وهفتحها وهشيلها. يعني انا مش هطبخها ولا حاجه، لان هي بتاعت حماتي يعني مش بتاعتي، فانا هنضفها كده بسرعه. وبعدين هنروح نلبس بقى ونروح على النادي على طول، وهوريكم التمرين ايه واحنا شغالين. هو مش تمرين يعني، انا مش عارفه اصور لكم قوي، بس هوريكم لقطه كده من المكان وبس. تمام كده.
انا برضو حبيت ان انا ايه ما اظهرش اللي هو وانا بنضف وكده، عشان الناس اللي بتقرف او الناس اللي مش بتحب الحاجات دي. فبقيت اخد كده على جنب وابتدي ان انا ايه اشتغل. تمام. عايزه اقول لكم ان لو استخدمتي المقص والله في الحاجات دي وفي التنظيف والكلام ده بيبقى اسرع جدا وسهل جدا عن السكينه. تمام كده. وهنا بقى كنت فتحتها وشلت الحاجات اللي جواها ونظيفه وزي الفل، يعني ما فيهاش حاجه. بس كده هحط بقى عليها شويه ميه وملح وانضفها وبعدين هشيلها في كيس. تمام. هنغسل بقى الحوض بتاعنا كده ونظبطه بعد ايه، بعد ما خلصنا كل حاجه كده. مفيش اي حاجه تانية هتتغسل. كنت غسلت الرخامه قبل ما اغسل قبل يعني ما اعمل الفرخه دي، كنت غسلت الرخامه وغسلت البوتاجاز بتاعي، فكانت كل حاجه نظيفه الحمد لله. هنخلص بقى الحوض نشطفه برضو شطفه كده حلوه. تمام كده. عايزه اقولك برضو المساحه دي حلوه جدا للناس اللي عندها رخام وبيبقى الميه عندك كتير او عندك رخامه كبيره يعني وبتبقى مجيره او كده. لا، هاتي المساحات اللي هي الصغيره اللي هي زي بتاعه الازاز دي، وهتلاقيها حلوه جدا وبتشفط معاكي الميه، يعني بتلم معاكي الميه حلوه جدا. هو في طقم كده على بعضه، انا كنت جايباه طقم جاروف ومقشه صغيره بتاعته، وفي المساحه دي وفي فرشه. الطقم ده حلو جدا برضو، بس هاتيه يكون خامته حلوه لان في منه خفيف، الجاروف بتاعه بيبوظ بسرعه والمقشه كمان. هنا بقى اهو كنت بوريكم الملعب والتمرينه. ويلا بقى، يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. اسيبكم بقى مع اللقطه دي واسيبكم في رعايه الله، وما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.